سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله جايه لكم بوصفه جميله جدا، احلى صينيه بسبوسه ممكن تاكليها بالمقادير المظبوطه 10/10، وتحدي اي مقادير بسبوسه تانية. ان شاء الله جربوها وتدعوا لي باذن الله. اي ما تنسوش تشتركوا في قناه اسهل وصفات مع مطبخ نونا. ندخل في المقادير على طول. عندي هنا اول حاجه بتحضريها شربات البسبوسه. شربات البسبوسه كوبايه ونص ميه، عليهم كوبايه وربع سكر ورشه فانيليا، بتحطيهم في الحله على النار، واول ما النار تبدا ان هي تغلي بتقومي طافيه عليه. هو عباره الشربات بتاع البسبوسه عن ميه بسكر، يعني شايفين هو ميه بسكر. تمام، بتطفي عليها النار وبتسيبيه كده في اي حاجه لغايه ما يبرد تماما. ما ينفعش ان انت تدخليه التلاجة. تمام، ده اول حاجه انا عملتها وسايباه بره كده يبرد علشان اشتغل فيه مقادير صينيه البسبوسه على طول. بعد كده هندخل في المقادير بتاعه صينيه البسبوسه. نص المقدار. تمام، بس انا هقولك المقدار، مقادير المقدار كامل بالظبط، لان المقادير اللي عندي لقيتها ما تعملش الا صينيه صغيره خالص، فانا هقولك مقدار الصينيه اللي هي 28 او 30. تمام، مقادير الصينيه بتبقى 3 كوبايات سميد، والسميد يكون ناعم ما يكونش خشن خالص زي ما احنا شايفين كده. لو خشن يبقى مش هتبقى حلوه معاكي خالص، لازم السميد يكون ناعم. 3 كوبايات. هتشتغلي بالكوبايه المعياريه يبقى توحدي معاكي الكوبايات المعياريه في باقي المقادير. هتشتغلي بالكوبايه المج يبقى توحدي المقادير معاكي بالكوبايه المج. تمام، دي هنا كوبايه وربع سكر، سكر حبيبات، ما هو السكر بودره ولا اي حاجه. تمام، وعندي هنا جوز هند ناعم، عندي تلت كوب جوز هند ناعم زي ما احنا شايفينه كده. تمام، وعندي هنا تلتين كوباية سمنة وعليهم معلقة كبيرة، وهنا تلت كوباية عسل شربات، بس مش الشربات بتاع البسبوسة، لا، شربات التقيل اللي هو بتاع الكنافة، بتاع البقلاوة، بتاع بلح الشام. طيب لو مش متوفر عندك هتعملي ايه؟ ممكن تجيبي علبة عسل النحل اللي هي الصغيرة دي ب3 جنيه. طيب ولو مفيش عسل كلوكوز، دي كلها بدايل. تمام، بتعملي تلت كوباية عسل نحل او عسل شربات او عسل كلوكوز. وعندي هنا للتزيين بندق انصاص او بشر بندق، او حابه ان انت تحطيها ساده برضو، ده شيء يرجعلك. تمام، تلتين كوبايه لبن، بس ما هو سقعان ولا هو سخن، لبن بدرجه حراره الغرفه. تمام، دي المكونات بتاعتنا، وهقولك احنا دلوقتي هنعمل ايه. او كسرولة ونحط فيها المقادير اللي انا هقول عليها. حطيت اللبن اللي هما تلتين الكوبايه اللبن. تمام، وهحط السكر وهنزل عليهم بالسمنه. ديت سمنه بلدي على سمنه كريستال، لو المتاح عندك حطيه يعني. عسل، هخلط كده المكونات مع بعض، احاول ان انا ادوب السكر مع باقي المكونات. زي ما احنا شايفين كده انا خلطت الخليط كله مع بعض على البارد تماما. دلوقتي انا هرفع الحله ديت كده على النار. حطيت هنا النار وحطيت الحله اللي فيها اللبن والعسل والسكر والسمنه. انا بس عايزاهم يسيحوا كده مع بعض يا جماعه، بكل المقادير بالظبط، علشان البسبوسه من الحاجات الحساسه جدا. هنا الخليط فك معايا خالص اهو، وبقى زي ما انتوا شايفينه كده. تمام، هو كده تمام، ده المرحله اللي انا عايزاها. اولى واحط فيها دقيق السميد الناعم، وانا كنت قايله تلتين ومعلقه كبيره سمنه، دي المعلقه الكبيره. تمام، ممكن برضو ان انتي تخلي كميه السمنه كلها تغلفي بيها دقيق السميد، وبقيه المكونات تحطيها اللبن والسكر والعسل في الحله على النار يبقوا دافيين. تمام، بس انا بحط السمنه كلها هنا وبسيب المعلقه اغلف بيها دقيق البسبوسه وجوز الهند. طيب هنبدأ بقى ونحط كده نسمي الله، وهنحط جوز الهند، وهنغلف حبيبات الدقيق بتاع البسبوسة كلها بمعلقة السمنة دي.
احنا مش بنعجن ولا اي حاجة، انا بغلفها بس. خلصت بس دقيق البسبوسة بالسمنة مع جوز الهند، عاملة زي الرمل المبلول شوية كده. تمام. هنزل عليها بالخليط اللي انا عملته على النار. بنزل بالخليط كله. انا حطيته على دقيق البسبوسة. انا مش بعجن، انا بقلبها من تحت لفوق. تمام. بجمع بس كل المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين كده. ما ينفعش ان احنا نعجنها علشان مادة الجلوتين هتطلع فيها وتخليها مش حلوة. في ناس كتير بتحط لخليط البسبوسة بيكنج باودر. ما ينفعش يا جماعة احط للبسبوسة بيكنج باودر، هي مش كيكة، هي بسبوسة. البسبوسة عبارة عن سمنة وعسل وسكر وجوز هند وكده، ما فيهاش بيكنج باودر خالص. زي ما انتوا شايفين كده معايا، انا بحاول الم المكونات كلها مع بعض. وهقولك برضو على تركاية هتخليها معاكي جميلة جدا وطرية، وقسما بالله هتبقى احلى من بتاعة المحلات 1000 مرة. شايفين انا لميت كل المكونات مع بعض تماما. البسبوسة بتبقى ماسكة نفسها شوية، تحسيها ان هي ماسكة بس هي في نفس الوقت سايحة وجميلة. تمام. هندهن الصينية بتاعتنا سمنة وهفرغ الخليط ده فيها. صينية سمنة، وتدهنيها سمنة كويس، يعني ما تدهنيش دهنة بسيطة، لا ادهنيها دهنة كتير. تمام. ما ينفعش احط خليط البسبوسة ده في صواني الكيك، لازم صينية البسبوسة اللي هي حرفها يكون رقيق ده علشان ما تشققش معاكي. هنزل بالخليط بتاعي في قلب الصينية. افرد المقدار بتاع البسبوسة بتاعتي في الصينية. طبعا زي ما قلت لكم انا عاملة نص مقدار مش المقدار كله، دي اصغر صينية عندي. تمام. بفردها كويس جدا. التخانة بتاعت البسبوسة بتبقى نص سنتي زي ما احنا شايفين كده. بفردها كويس. زين. انا عندي نصاص بندق هحطها في الصينيه، ممكن اسيبها ساده كده، او ممكن احط عين جمل، او ممكن احط فول سوداني، او ممكن ما احطش اي حاجه، المتوفر عندك اعمليه. شكل صينيه البسبوسه بتاعتنا بعد ما حط لها البندق. دلوقتي انا هدخلها على رف التلاجة. طب ليه انا دخلتها التلاجة؟ التلاجة بتعمل عمليه زي تخمير للبسبوسه، يعني من غير ما تحط خميره ولا بيكنج باودر، هي ما شاء الله بعد ما تستوي هتخليها معاكي فنشه وجميله. تمام. فانا هدخلها. اظبطي المنبه بتاعك ربع ساعه بالظبط من بعد دخولها على رف التلاجة. بعد كده ما بتقعد ربع ساعه بنخرجها وندخلها الفرن على طول. درجه الحراره متوسطه، بنحمرها من تحت الاول، وبعد كده بنفتح لها الشوايه تحمر من فوق. بعرف منين من ان هي استوت من تحت؟ لما بلاقي الحواف بتاعتها احمرت، يبقى كده هي احمرت من تحت، بقوم فاتحه الشوايه تحمر من فوق. هي ما قعدت ربع ساعة على رف التلاجة. انا دلوقتي شغلت الفرن بتاع البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة، وهحطها في الرف الوسطاني تتحمر من تحت، بعد كده ارجع افتح الشواية تحمر من فوق. يا جماعة صينية البسبوسة بتاعتنا بعد ما اتحمرت في الفرن، تمام، هنسقيها بكمية الشربات بتاعتنا. هنحط كل الكمية بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ما تقلقيش من اي حاجة، هي هتتشربها زي ما احنا شايفين كده. تمام. مش هيبقى عندك اي زيادات خالص، لان هي هتشرب كل الشربات اللي انا حطيته ده. طبعا انا بسقي البسبوسه اول ما بتخرج من الفرن على طول، هي سخنه جدا. تمام. جايبه هنا معلقه سمنه بلدي مدوباها، او ممكن اي سمنه عندك متوفره عندك. والفرشه دي فرشه متخصصه انا شارياها للحلويات. تمام.
هبل كده سمنة وهدهن كده وش صينية البسبوسة. ما اقولكوش الريحة جميلة جدا بجد بجد، احلى صينية بسبوسة ممكن تاكليها، ومقادير سهلة وبسيطة جدا. مقطعش البسبوسة خالص قبل ما تبرد تماما، بس انا حابة ان انا اقطعها معاكم واوريها لكم. دي سكينة كده برضو انا شارياها لتقطيع البسبوسة والحلويات. وده الشكل النهائي للبسبوسة بتاعتنا بعد ما قطعناها. بجد الريحة والطعم جميل جدا، شايفين كده معايا الترميلة بتاعتها جامدة قوي قوي قوي. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها، وبألف هنا على قلوبكم يا رب. بحبكم في الله، هي احلى حاجة في حياتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونا.